اهلا بيكم معايا النهارده في الحكايه فيها ان معاكم خلود عادل. هنتكلم النهارده عن حياه الفنان مجدي وهبي، والنهارده هنكشف ليكم كل الاسرار والخبايا اللي ما تعرفوهاش عن الفنان مجدي وهبي. 33 سنه على رحيله، واتخرج من كليه الاداب ودرس في المعهد العالي للسينما، واتخرج سنه 67. مجدي متولي وهبة محمد، او زي ما تعودنا على خيري في حنفي القبه، اتشهر بالادوار الشريره، واشهرها دور ضابط الشرطه في مشواره الفني لحد دور الفتوه والبلطجي. وهبة اصلا من بني سويف، بعدها انتقل هو واسرته الى القاهره، ووالده اتوفى وكان عمره 35 سنه. كان عنده 40 يوم بس وقت وفاه والده، ومن ساعتها والدته رفضت الزواج تماما، وقررت انها تربيه هو واخته واخوه. وبعد ما بدأ مشواره الفني قرر انه يتجوز، وبالفعل اتقدم لبنت عم الملكة نريمان زوجة الملك فاروق وقتها. صحابه المقربين كانوا نور الشريف واحمد زكي ومحمود عبد العزيز. كان بيقول لهم طول الوقت انا حاسس اني هموت صغير. وبنته كانت بتحضر معاه التصوير، وكانت بتحكي وبتقول انه كان متواضع جدا لدرجة انه كان بيفرش على الارض وكان بياكل مع العمال. وقالت كمان انه كان بيطلع نفقات شهرية للمحتاجين والمعاقين، لحد ما حصلت الكارثة اللي تسببت في قهرته ووفاته. وكان في يوم من الايام بيأدي دوره على خشبة المسرح، وفي وسط الكلام قال جملة ابو الزيج، وساعتها كان وزير الداخلية زكي بدر في الوقت ده. وفي اليوم ده خرج من المسرح وتم القبض عليه بتهمة تعاطي وإتجار المخدرات، وتم تبرئته من القضية دي بعد 70 يوم من الحبس. وساعتها اسم الشرطة رفض الإفراج عنه، وجاله جواب بالاعتقال ملفق. ولكن يشاء القدر إن في اليوم ده يتشال زكي من منصبه علشان يخرج مجدي وهبة. وهبة اتعرض ساعتها لحالة نفسية سيئة جدا بسبب اللي حصل له، واختفى لفترة كبيرة جدا. وبالفعل اتوفى سنة 1992. حتى بعد وفاته ما سلمش من الإشاعات، وقالوا انه مات نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات، ولكن في الحقيقة انه توفى نتيجة أزمة قلبية حادة وعمره 45 سنة. قبل وفاته اشترى عربية موتى علشان تخدم الحي اللي هو ساكن فيه، ولكن يشاء القدر انه اول واحد اتنقل بالسيارة دي. وكان فيلم حنفي القبه كان اخر افلامه. اتكلم عنه الفنان عادل امام وقال انه زعلان جدا ومتضايق عشان قال له في لقطة من فيلم حنفي القبه انت كده كده ميت يا خيري. وبالفعل مات بعد الفيلم ده. رحم الله الفنان مجدي وهبي، عاش مظلوما ومات مقهورا. ما تنساش اللايك والشير، ولو عندك اي تعليقات اكتب لي تحت في الكومنتات. استنوني في الحلقة الجاية. كان معاكم خلود عادل في الحكاية فيها ان